صباح الخير أو مساء الخير يا جماعة، وين ما كنتوا عم تشوفوا هذا الفيديو. كيفكن؟ إن شاء الله هيك تكونوا بألف خير يا رب. طمنونا عنكم، إن شاء الله هيك أموركم تمام. الحمد لله هالمرة جينا على الوقت، لا تأخرنا ولا شيء. هلأ أنا بنزل فيديوهين بالأسبوع، كل جمعة وكل ثلاثة، يعني بين الفيديو والفيديو بيكون تقريبا 3 أيام تماما. فالحمد لله هلأ نكون على الوقت الحمد لله. إن شاء الله جمعة مباركة عليكم وعمة محمد يا رب. واليوم فيديو اليوم حلو ومميز وبنفس الوقت شوي مضحك. ايه والله، فاليوم حبينا هيك نعمل طريقة المحشي. طبعا هذا الفيديو مسجل مسبق، يعني عندي هلا شفتوا يعني دائما عندهم قنوات يوتيوب بيكونوا مسجلين كذا فيديو وبنزلوهم بأوقات اللي هن بنزلوا فيها على طول، لأنه سبحان الله شتاء وجو مرض وميلا شوي انتكست هاليومين 3، والحمد لله هلأ كل الأمور تمام. بس يعني بصراحة إنه واحد بكون ما في خلق طالما هيك الأولاد مرضان، هيك الله يحمي أولادكم، أولادنا أولاد أمة محمد، فما بكون في خلق على التصوير يعني. فالحمد لله يعني غير هذا الفيديو عندي فيديوهين، يمكن فيديوهين ايه بتطبقوا فيديوهين، فالحمد لله. هون محمد عم بحفر المحشي، قلت له والله لالي مسرعة الفيديو ولا لي عمل شيء. أنا بحفر المحشي وأنا معلم وأنا ما بعرف إيش وأنا إيه والله. هلأ هو بعجن نصه بس يلا تمام يعني. المساعد هو كل شوي يبدل عويرة، وأنا كان عندي عويرة مو كان موجودة يعني، عويرات هدول جيبوه من الشي إن، بس صدقا نسيتها. هدول العويرات أنا جايبتهم معي من تركيا. فهلأ سبحان الله أنا ما بسوي محشي كتير، بس إنه قدموا يعني خلص ما بقى يحفروا المحشي منيح يعني. وهم ما في بصراحة يعني، ما بعرف، شفت مرة عند العربي هيك كتير كانوا صغار، غير هدول غير أحجام هدول، فما بزبطوا أبدا. ايه والله، فإن شاء الله ايه بنجيب يعني. ما بعرف، بس يعني إنه الحمد لله عورنا ومش يحرطوا عن جد وقت تطلع كتير طيب. ايه والله. انتو بتساووا لب الكوسة ايش كان بيقولوا متومة؟ طلعوا شلون كسرت. قلت له والله شوف كل محشي شلون طلع. هلا انا ما بغسله قبل، بس عورناه وخلصنا وهيك. هو الباذنجان هداك الوقت انا بغسله. اي هون عم بحاول انه ينزل اللب الخرجي ينطبخ والتاني، بس بصراحة لما طبخت كله كبيته وقتها. ما خلص واحد انه في محشي وهيك، بس يعني في ناس بتحب هاي الاكل المتوم، بيحطوها وبحطوا زيت وتوم ومدري شو بحطوا كمان. ايه وبسوا. ايه هلا هي ما اشبه شي يعني، هيك تغيير شكل على الاكلات. ايش عم تطبخوا هالايام؟ ايش عم تعملوا؟ اكلات طيبة، اكلات شتوية؟ لا، معروفة بالاكلات الشتوية اكلات اللبن، وفعلا لما واحد بياكلها عن جد يعني بتعطي دفى على السوا يعني. ايه والله، فالحمد لله عورناه ومشي الحال الحمد لله. هلا نحن هون، انا هون تبلت الرز. هلا انا حطيت هون كاستين رز، وحطيت ملح وفلفل وبهار. هلا انتو فيكم تحطوا وحدة يعني، بس انا بحب احط الاثنين يعني، يا ملح عفوا يا بهار يا فلفل. انا هون بحط سمنة لانه اللحمة عنا مع الاسف مي مدهنة، وحطيت شوية مية مشان يتخلطوا، وحطيت معلقتين دبس بندورة. طبعا لازم تكون بيتوتية يعني، انا بس هو بصير يعني عادي اكيد، ما رشة محلمون بمشي الحال، ولا هو بالمي بنحط محلمون بمشي الحال يعني، ما بتفرق كتير. هلا انا بعرف محشي الشامي بحطوله كركم عصفر، ما بعرف شو بحطوله. كمان طيب والله، كانوا جيراننا هيك شوام يسكبونا، ما بعرف اذا كانوا يحطوله ولا لا، بس حرام كان يكون كتير طيب. بس نحن كطريقة الحلبية بنطبخه بهي الطريقة. يا حرام والله كانوا كتير يعني انه اكلهم كتير طيب. بالنسبة لي انه انا كتير كنت بحب اكلهم، وحتى اهلي يعني. ايه بس انه نحن المحشي بس هيك
ملح، بهار، فلفل، سمنة إذا ما كانت اللحمة مدهنة، ودبس بندورة بس. وبنحط شوية ماء مشان يتبلغ الرز ويمشي الحال. هي هون منظر الرز، وهون لسه ما خلصنا عورة بس يلا مشي الحال. تم ساعة ساعتين عم نعور يمكن كيلو ونص كوسة وكيلو ونص باذنجان، يمكن أو أكتر، كيلوين والله ما بتذكر بالضبط قديش يعني الوزن. هلا هون أنا بلشت بعد هون ما خلصنا عورة، عفت لب الباذنجان بس لأنه الباذنجان كان بده ساد. ايه والله. فهون نحن نحط الكوسة أول، بعدين الباذنجان من فوق. والملفوف أوقات بطبخوه طنجرة لحاله، أوقات كمان بحطوه على الوتش، يعني كمان بيستوي دغري. أنا والله كنت ناوية أسوي هون محشي ببرغل، بس الرز عبالي كل المحشي، يعني ما زاد عندي باذنجان. ايه والله. هلا أنا هون عم بحشيهم، ما بعرف إذا بتحشوا نفس طريقتي، بس كلياتهم بنحشي هيك، بنعبيها هيك شوي بعدين بنخضها مشان الرز ياخد راحته. أكيد كلياتنا بنحشيها بنفس الطريقة مشان يعني هيك بتتم غير شكل، يعني مشان ما ترزرز أو شي، بس عن جد يعني الحمد لله طلع كتير طيب، الحمد لله. حتى مشان ما تنفجر الكوساي أو الباذنجانية كتير من الرز، أو مشان ما يرزرز هيك يعني. لذلك بنحاول قدر الإمكان. هلا عن جد بتشوفوا النتيجة آخر الفيديو كتير يعني صار منظره بشهي، بس اللقطة اللي أخدتها وعلى قلب الباذنجان مع الأسف كانت طولية، بس يلا ما هي مشكلة، ضفتها بآخر الفيديو، والسفرة طبعا قبلها. اي والله عن جد تقولوا له دهنة غنم، عن جد تقولوا له دهنة. هلا هون كل ما رحنا نحن بدنا دهنة بقولوا خلصانة، كل ما رحنا ما بدنا دهنة خلصانة. ما شاء الله الناس فورا عم تاخدها يعني، مع انه بنكون مثلا موصينه مثلا شلنا عزيه وهيك، فمحل يعني انه بنسى يعني بدي يتذكر في زبونات خير الله. هلا كله هيك بعبيه بهاي الطريقة وبحطه. هلا انا هون كنت عم حضره قبل بيوم. نحن المحشي، اليبرة، الشيش برك، السمبوسك، هدول الأكلات اللي بدهم شغل، الكباب، شو كمان كتير يعني هيك الأكلات اللي بدهم شغل كتير، كلهم منحضرن قبل بيوم بدون استواء. تاني يوم بنحطهم بس على النار بنطبخهم. هلا هون قبل بيوم بغطيها وبحطها بالبراد لتاني يوم. تاني يوم بس تضيف عليها البهارات وهيك وبحطها. هاي هون شوفوا تاني يوم، لأنه شوفوا شلون السمن جمدان على وشها. هون حطيت نعناع وتوم، نعناع وتوم، وهي محل ليمون كمان، بس هيك بنحط لها، وهي ملح. على ما تقولي كترتي ملح، بس هذا الملح ما مملح مع الأسف. حطيت له مي سخنة أفضل، بغلي أسرع يعني. وقتها هون تأخرت شوي بين ما علقت عليه، كنا برا في مواعيد وهيك. شفتوا بأوروبا لا بتخلص مواعيدها ولا بخلص شي. ايه فلذلك حطيت لهم مي سخنة. وكل ما بروح بدنا تقالة كمان عندهم صغار، يعني ما في عياس مثلا شوي عياس هذا الصحن اللي بحطه، فخلاص بنحط طنجرة مي، ما بأثر، ما كتير بيأثر. فرجيتكم شلون صار اللون. وصحيح نسيت أنا إنه حط دبس بندورة معهم بعدين ضفتها، قلت لكم جينا مستعجلين هيك فورا، طبعا حطينا دبس بندورة بالمرقة. ايه والله. وهلأ بتشوفوا السفرة هيك بيكون وصلنا معكم لنهاية هذا الفيديو. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونا من تعليقاتكم الحلوة واللايك وتشغيل القناة، وإن شاء الله دمتم بحفظ الله. واعطينا رأيكم بالفيديو، قولونا شلون بتطبخوا بمدينتكم، وقولونا من وين عم بتشاهدوا هذا الفيديو. دمتم بألف خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.